بنسمع كتير جدًا عن شركات الإدارة وشركات التشغيل في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة أو التجمع الخامس فيما يخص الاستثمار في القطاع الإداري أو في القطاع التجاري. دايمًا لما حضرتك بتيجي تدوّر على وحدة عقارية تجارية أو إدارية، تلاقي اللي بيكلم حضرتك في التليفون بيقول لك إن إحنا جايبين شركة إدارة قوية جدًا هتبقى مسؤولة عن التشغيل والتأجير في المبنى ده. مع ان المطور ممكن ما يبقاش عنده سابقه اعمال كبيره او ما يبقاش قبل كده عمل اي مشروع يخص القطاع التجاري الاداري، لكن اللي بيكلم حضرتك في التليفون سواء سيلز الشركه او بروكر بينصحك بيقول لك لا اشتري مع الشركه دي عشان شركه التشغيل فيها او شركه الاداره فيها شركه قويه جدا ومعروفه، لدرجه ان بقت العملاء تتخذ قرار ان هي تستثمر في المكان ده او في المنطقه دي او مع المطور ده عشان شركه الاداره والتشغيل. عايز في الفيديو ده اوضح لحضراتكم كذا نقطة مهمة جدا عشان تعرفوا شركات التشغيل بتعمل ايه وامتى بتشتغل ومع مين بتشتغل. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني اقول لحضراتكم كام نقطة في الاول تخص الشق العلمي الاول لشركات الادارة، بعد كده هقول لكم ايه اللي بيحصل، وبعد كده اقول لحضراتكم ازاي تقدروا وانتوا بتختاروا حتى لو المطور ملوش سابقة اعمال تتاكدوا ان جايب شركة ادارة محترمة او كويسة. مبدئيا في علم التشغيل او علم اداره المولات الكبيره، انا بتكلم طبعا على الجريد A او الجريد A بلس، لان بي بلس وبي وماينس بي او حتى سي كل ده غالبا شركات الاداره الكبيره مش بتروح تشتغل معاه. فعلميا في حاجه اسمها اسيتس مانجمنت، في اداره اسمها اداره الاسيتس مانجمنت. الاداره دي بيبقى تحتيها 4 ادارات تانيين. اول اداره اسمها اداره البروبرتي مانجمنت، تاني اداره اسمها اداره التالنت ميكس مانجمنت، تالت اداره اسمها البيزنس كوميونتي مانجمنت او الكوميونتي مانجمنت، رابع اداره اسمها اداره الليزنج مانجمنت، خامس حاجه اسمها او الخامس حاجه دي الفاسيلتي مانجمنت، بس دي بتيجي تحت اداره البروبرتي مانجمنت. يعني تقريبا 5 او 6 ادارات بيشتغلوا مع بعض وبيديروا منظمه كبيره جدا. فلما يجي حد يقول لحضرتك احنا جايبين شركه اداره كبيره، لازم تعرف هو شركه الاداره دي شركه ايه، هي فاسيلتي مانجمنت ولا بروبرتي مانجمنت ولا اسيتس مانجمنت ولا هي تخصص ايه بالظبط. وبعدين في المولات الكبيره طبقا للمعايير الدوليه بيبقى كل اداره من دول ليها مهام منفصله عن المهام الثانيه، وبيبقوا كلهم بيريبورتوا لاداره اسمها الاسيتس مانجمنت. طيب، اللي بتسمعوه حضراتكم في التليفون دايما ايه، احنا عندنا شركه حسن علام او شركه كاد او شركه كذا هي اللي ماسكه الاداره. اداره ايه بالظبط؟ اداره التاجير ولا اداره الاصول العقاريه ولا اداره الكوميونتي اللي هي الحاجات الخاصه بالكوميونتي اللي هي الحاجات الخاصه ازاي تجلب ترافيك بشويه حاجات اكتيفيتيز او في الديزاين او في الحاجات زي كده عشان تجلب العملاء، ولا اداره ولا اداره عقاريه عاديه ولا ايه بالظبط؟ ليها كذا شق. فالنقطه دي مهمه جدا. وفي ادارات مسؤوله او الهيستوري بتاعها مسؤول عن اداره القطاع التجاري، فانت حضرتك واخد مكتب اداري في مبنى. فايه اللي ما ينفعش مثلا اجي اقول لك احنا جايبين شركه كاد تدير المبنى الاداري ده، شركه كاد كوميرشال مانجمنت اكتر. يعني ما ينفعش اجي اروح مثلا اقول شركه نماء اللي هي بتدير شركات القطاع الاداري، اقول ده شركه نماء ماسكه الكوميرشال او ماسكه المحلات التجاريه. فانت لازم حضرتك تبقى فاهم يعني ايه ادارات تشغيل وازاي بتشتغل. طيب، دي اول نقطه. تاني نقطه، لازم حضرتك تبقى عارف ان الجريد A والجريد A بلس زي امثله في العاصمه مثلا. جريد A بلس او جريد A اللي هي مستوى مبنى يليق ان يبقى فيه فرنشايز وتيجي شركات الاداره تديره، لان هو محقق المعايير المطلوبه ان هي هتطبق، ويبقى فيه خدمات ويبقى مساحه الارض كبيره ويقدر يعمل خدمات كتيره في المبنى، بحيث ان هو يقدر ان هو يعمل جذب للبراندات وللانكر وللحاجات دي كلها ان هي تيجي تبقى شغاله عنده. فمثلا هتلاقي حضرتك في العاصمه الاداريه الجديده كمثال مثلا مشروع لافيت او مشروع يدورا او مشروع النايل بيزنس سيتي او الان 31 او معظم شريط الابراج السياحيه. في ستريبات مول كتيره جدا موجوده في منطقه المستثمرين والار 7، وبعض المباني التجاريه الاداريه اللي موجوده في منطقه الام يو 7
مطبقه المواصفات اللي تخلي شركات الاداره تيجي تشتغل عندها. فدي كانت نقطه مهمه جدا لازم اوضحها لحضراتكم. طيب، تاني حاجه، شركه الاداره حاليا لمشروع تحت الانشاء بتعمل حاجه اسمها مذكره تفاهم، وليس عقد نهائي، باستثناء كام شركه عامله عقد نهائي لان بيبقى لما بيبقى في شراكه ما بينهم، او بيبقى شركه الاداره مطمنه ان المواصفات اللي طلبتها هتطلع موجوده. غير كده بيبقى حاجه اسمها مذكره تفاهم. فارجوك ما تعولش على الموضوع ده قوي وانت بتستثمر في القطاع التجاري او الاداري. وعلى فكره في تالنت ميكس برضو في القطاع الاداري وليس في القطاع التجاري بس. دي نقطه تانية. النقطه اللي بعديها اللي عايز اكلم حضراتكم عليها هي نقطه انت كعميل جاي تشتري او تستثمر. بص على الامور اللي هقول لحضرتك عليها دي. لو المطور ليه سابقه اعمال قبل كده، يبقى ده يعني معيار بالنسبه لك ان انت تقول لا ده فعلا عنده مولات تجاريه او مباني اداريه قبل كده، وعنده القدره على ان هو يطابق المواصفات اللي تخلي المبنى ده ينجح وتبقى ادارته كويسه، وبالتالي يتاجر اسرع، وبالتالي يبقى في شركه اداره قويه تديره. عفوا. النقطة الثانية اللي أنا يبقى أول حاجة الهيستوري، إنك لو المطور عنده سابقة أعمال، زي مثلا هديكم أمثلة شركة مصر إيطاليا لما تيجي محلات تبيع محلات تجارية هي بتستدل بجاردن 8. جاردن 8 شغالة كويس وفيها براندات. مثلا شركة نماء من أفضل الشركات لإدارة المباني الإدارية، بل عندها مباني إدارية تخصها. لما تيجي تدير مبنى إداري في العاصمة أو في غير العاصمة يبقى ده شيء بتستدل بيه. فحاجات من هذا القبيل. تاني حاجة، لو المطور ملوش سابقة أعمال، ممكن يكون هيجيب شركة إدارة محترمة كويسة، بس في شوية سبيكس عايزك تبص عليهم. الفلور بلان والمبنى من أول مساحته والتخطيط الإنشائي والمعماري واللوكيشن وتوزيع الخدمات بتوزيع الأسانسيرات بمساحة الفوت برنت بتاعته بكل الامينيتيز والفاسيلتيز والكومن شير اللي بتقول ان الفلور بلان دي. زي مثلا هديكم مثال، شركه ارك بلان عامله مشروع اسمه اي بزنس بارك. هي من داي 1 عامله تننت ميكس سايكل في الفلور بلان بتاعتها، وحتى مصنفه الانشطه. فده لا، يبقى خلاص الناس دي فعليا طالما من داي 1 مقسمينها بالطريقه دي، يبقى خلاص كاد هتدخل تشتغل معاهم، مش مجرد مذكره تفاهم، كاد او غير كاد طبعا. ففي بعض المعايير اللي تقدر انت من دي 1 تبص عليها تقول لك ان المطور ده حتى لو ما عندوش سابقه اعمال هيقدر يجيب شركه اداره قويه ناجحه تدير المبنى ده. طبعا المعايير دي في حدود 44 معيار تقدر من الاوف بلان لمشاريع تحت الانشاء تستنبط او تقول ان المطور ده هيجيب شركه اداره قويه او لا. وطبعا عشان الموضوع ممكن يكون صعب شويه على حضراتكم، انا بصفتي سي او لشركه توب مانجمنت وفريق العمل معانا هنا من الفنيين يقدروا يساعدوا حضراتكم. بمجرد ما حضرتك تبعت لنا مسج على الواتساب نقدر نقول لحضرتك ان المشروع ده مطابق للمواصفات اللي تخلي حد يجي يأجر هنا او يستثمر هنا او لا. وتحت امر حضراتكم في اي وقت، ودي ارقامي اللي قصاد حضراتكم. ابعتوا لي مسج على الواتساب او اتصلوا في اي وقت. شكرا.